لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية لوفي وقتال لوفي ضد امبراطور البحر كايدو، ارجع شوفه الاول. لسه مكملين مع الطاقم ومغامراتهم في بلاد وانو، والهدف الاساسي هو اسقاط اليونكو كايدو وفتح بلاد وانو على العالم الخارجي. زي ما شفنا في الاجزاء اللي فاتت، خلاص تم وضع الخطة للهجوم على كايدو، والان بيتم التجهيزات لكل شيء وجمع القوات المتحالفة. هنكمل مع بعض الاحداث ونشوف ايه اللي هيحصل. من غير كلام كتير كده نصلي على سيدنا محمد ويلا بينا نشوف حكاية الجزء اللي فات من حكاية لوفي. شفنا واحد من أقوى القتالات في انمي وان بيس، إن لم يكن أقواهم. قتال شفنا فيه لوفي بشكل تاني مختلف. لوفي شاف كايدو حرق الجبل بالطاقم بتاعه، وساعتها الغضب والحقد سيطروا على لوفي، وبضربات ورا ضربات لوفي لم يتوقف عن ضرب كايدو، ولكن في النهاية بضربة راي ميهاكي واحدة من كايدو أنهت المعركة تماما. وفقد لوفي بعدها الوعي واتاخد لسجن اودن، وبعدين عرفنا ان الطاقم بخير وقدروا ينجوا من الهجوم. وشفنا قتال الحاكم اونوراشي مع شوتنمارو، او التابع السابق لكوزوكو اودين الساموراي عاشورا دوجي. وفي النهايه رفض عاشورا دوجي ان هو ينضم الى ساموراي عشيره كوزوكي في قتالهم ضد كايدو. رحنا للعاصمه وشفنا ظهور 3 اشخاص من اتباع كويشيرو عند سانجي، وبعد شويه كلام سانجي هزمهم كلهم بعد ما رموا الاكل على الارض. وطبعا اللي عمله سانجي هيكون ليه عواقب. وشفنا بعدها البنت الصغيرة اللي اسمها توكي، وعرفنا ان هي واحدة من الكاموري التابعين لأويران بلاد وانو. وزي ما عرفنا ان الأويران دي بتبقى اجمل امرأة في البلاد، وهيكون في موكب للأويران متجه الى قصر الشوجن اوروتشي. وعرفنا ان روبين تم استدعائها عشان تنضم الى هذا الموكب وتقابل الشوجن اوروتشي. عود مرة أخرى لسجن أودن، وبنشوف الراجل العجوز اللي كان لوفي ساعده قبل كده، وهو عمال يشكره على مساعدته وإنقاذ حياته. وبنعرف إن الراجل العجوز ده اسمه هيو، وبيقول له لوفي ولا يهمك، كده كده كان لازم أهزمه. وبيديله لوفي ورق، وده اللي بيبدله به الأكل، وبيقول له لو أنت جعان خد الأكل اللي أنت عايزه. وبيقول له هيو شكرا على كل شيء، وبيرحل هيو. ده بشوية بيظهر رايزو عند لوفي، بيقول لوفي ان هو حدد مكان مفاتيح سلاسل الكايروسكي بتاعته، بس المشكلة ان هي محطوطة جوه صندوق من حجر الكايروسكي برضه، فلازم يلاقي المفتاح بتاعه الاول. وبيقول للوفي شوية وقت وهجيب لك المفتاح وهحررك. في هذه الاثناء في العاصمة بنشوف ان موكب الاويران كان بدأ. ناس كتير فرحانة بالاويران كومارا ساكي، وبتظهر توكي وبتروح بسرعة للاويران وبتقول لها انا اسفة على التأخير. ووسط كل الاحتفالات دي بنشوف 3 اشخاص عمالين بيعيطوا وبيقولوا ان هم هينتقموا من الاويران على اللي عملته فيهم، ومعاهم اسلحه وخلاص هيهجموا عليها. بس واحد من حراس الاويران بيضربهم وبيرميهم على الارض. بيبص واحد منهم على كومارا ساكي وعيونه بتملأها الألم والحسرة. وبنرجع لورا قبل سنة بالظبط، وبنشوف إن الراجل ده كان غني جدا، وكان في مرة قاعد مع الأويران، وهي بتقوله أنا بحبك وعايز أفضل معاك على طول، بس لازم تشتريني من الشوجن أوروتشي. وبتقوله إن السعر بتاعي غالي جدا. قول لها مفيش اي حاجه تغلى عليكي. وبعدها الراجل حرفيا باع هدومه وكل ثروته وراح اداها للاويران، وبقى جعان ومش لاقي ياكل وشكله هيموت بسبب الضعف. ولما جه عند بيت الاويران انطرد منه، وكلهم لما شافوه فضلوا يضحكوا عليه. وقالت له كومارا ساكي شكرا على الاموال الكتيره. وظهر كويشيرو وخلى رجالته يرموه بعيد، وفقد الراجل كل شيء في حياته بسبب الاويران. والظاهر ان الاتنين التانيين حصل لهم نفس الشيء. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وبنشوف الاويران كومارا ساكي لاول مره، وهي اجمل نساء بلاد وانو. نرجع مرة تانية عند لوفي اللي لسه شغال في السجن، وبنشوف ان كاريبو هو كمان موجود في سجن اودن، وده اللي كانوا قابلوه قبل كده في ارك الارخبيل شابوندي. وبعدين راح معاهم لجزيرة البرمائيين وحصلت احداث كتير جدا. المهم ان كاريبو عمال يحاول يكلم لوفي وبيقول له خلينا اصدقاء وخدني معاك لما تهرب من السجن. وبنرجع تاني للعاصمة وبنشوف اخبار اللي عمله سانجي كانت وصلت لكويشيرو، وبيقول للشخص اللي قدامه كلم كوين وخليه يبعت القتلة المأجورين يتعاملوا معاه. نروح في مكان تاني وبنشوف كاروتو وواندا وهما في مخزن الطعام التابع للهيدلاينر هولدن، وبيسرقوا كل الطعام الموجود فيه، وبيسيبوا رسالة ان اللي سرقوا الطعام هما لصوص اتاماياما، ودول القائد بتاعهم شوتن مارو. وفرانكي كان قاعد مع النجار اللي هو شغال عنده وبيكلمه، وبيحاول يحصل منه على المخططات بتاعة قصر كايدو، لان النجار ده هو اللي بنى قصر كايدو. بس الراجل بيقول له ان هو فقد المخططات من 10 سنين. وفرانكي بيمسكه وبينزل فيه ضرب، وبيقول له بعد كل الشغل ده المخططات طلعت مش معاك. وبيدور بعدها فرانكي على كل شخص اخذ المخططات من الراجل، بس في النهاية بيتقال له ان المخططات اتسرقت من زمان. وبيعرف فرانكي كينيمون ان المخططات مش موجودة في العاصمة. بيقول كينيمون لأونوراشي ان ممكن يكون الشخص اللي بيفكروا فيه هو اللي سرق المخططات. بس بعدها بشوية بتوصل عندهم واندا وكاروتو، بيقولوا ان هم سرقوا الطعام والسلاح وسابوا الملاحظة بتاعت لصوص اتاماياما. بيقول كاروت ان ممكن كده اشورا دوجي يتعرض للهجوم من قراصنة الوحوش، بس بيقول كينومون هو ده اللي احنا عايزينه. لما يتعرض للهجوم من قراصنة الوحوش ساعتها هيغضب، وساعتها ممكن يشاركهم في القتال ضد كايدو. بيقولوا نوراشي ان اشورا دوجي عاش 20 سنة وحيد، ومن حقه فعلا ان هو يرفض الانضمام ليهم. وبيقول كينومون عندك حق، ولكن لابد من اسقاط كايدو باي طريقة، واشورا دوجي قوي واحنا محتاجينه معانا.
نرجع دلوقتي نشوف زورو اللي لسه تايه. هو في مكان ما والمكان ده بتاع مراهنات. بيفضل زورو يكسب ولكن فجأة بيبدأ يخسر وبيعرف ان في حاجة غلط، وبضربة واحدة بيدمر المكان كله، وبيظهر ان كان في شخص فعلا تحت الطاولة وكلهم بيقوموا علشان يواجهوا زورو، وبيبدأ القتال ولكن زورو بيخلصه بسرعة. وبنشوف الشخص ده واللي كان موجود مع زورو من بدري وفرحان بقوته الكبيرة، وبعدها بيروحوا من المكان اللي كانوا فيه، وبنعرف ان الشخص المبتسم ده اسمه تونو ياسو. نرجع تاني للعاصمة وبنشوف ان الاويران كوماراساكي وصلت لقصر الشوجون اوروتشي. نروح بعدها عند منزل اوتاما وبنشوف مومو اللي موجود هناك بيتدرب، وبيقول مومو لاوتاما ان هو ليه اخت اسمها هيوري ودلوقتي هي عندها 26 سنة. الناس شافت امه لما ماتت من 20 سنة بس ما حدش شاف اخت، عشان كده هي عايشة في مكان ما داخل بلاد وانو. نرجع تاني عند زورو وياسو واللي كانوا وصلوا لبلدة اسمها بلدة ايبيسو، وهي دي بلدة ياسو. وبنشوف ان كل سكان البلدة عندهم برضو نفس الابتسامة اللي عند ياسو، وبيقولوا كلهم ان هم جعانين، بس رغم كده عمالين يضحكوا زي ما شفنا توكو الجزء اللي فات كانت عمالة بتبكي وبتضحك في نفس الوقت. زورو مستغرب ازاي هم فرحانين كده، وبيقول ياسو ان من بين كل المخلوقات البشر بس هم اللي بيقدروا يضحكوا، وعشان كده هم بيضحكوا دايما، مش هيقدروا يعملوا حاجة للفقر والجوع اللي هم عايشين فيه، فما فيش قدامهم اي اختيار ان هم يضحكوا. نشوف ان كل سكان بلدة ايبيسو عارفين ياسو وكلهم بيحبوه جدا، وبيقولوا لياسو ان شوميتسو كوزو جه للبلدة مرة تانية، وده اللي كان تم الاعلام عليه ان هو بيسرق الطعام والاموال من العاصمة. وكان شوميتسو كوزو ساب لهم اكل وفلوس وكلهم فرحانين، وزورو مستغرب من اللي هو شايفه، كمية بهجة وفرحة غير طبيعية رغم الالم اللي هم عايشين فيه. نرجع بقى المرة دي لعاصمة الزهرة وبنشوف لأول مرة الشوجون أوروتشي والاحتفالات شغالة وكله فرحان، وبتوصل الأويران كوماراساكي عند خارج القصر. بنشوف ان لو راح عند سانجي وبيقول له لسانجي اختفي عن الانظار، وبيقول له سانجي لو انت بتتكلم على الناس اللي ضربتهم فما تخافش، لو رجعوا تاني ههزمهم مره تانية. وبيقول له لو مش ده السبب، في بعض الاشخاص عارفين احنا مين وجايين لهنا. وبيسالوا سانجي باسل هاوكنز ولا مين، بيقول له ان في قرصان من الجيل الاسوأ هو اللي جاي غير باسل هاوكنز وهو اكس دريك. وبنعرف من كلام لو ان اقوى 6 اشخاص من الهيدلاينر معروفين باسم التوبروبي، وفي 2 من التوبروبي جايين علشان ينتقموا من سانجي، اكس دريك وشخص تاني اسمه بيج وان. وبنشوف فعلا اكس دريك موجود مع بيج وان واللي هو متناول لفاكهة الديناصور، وكمان بينضم ليهم باسل هاوكنز. عند الشوجون اوروتشي كان بدأ الاحتفالات مع الاويران، وبنشوف ان كويشيرو هو كمان حضر الاحتفال. نروح بعدها عند لوفي واللي لسه كاريبو عمال بيحاول يكلمه، وبيقول له لوفي سيبني انا واروح اتحالف مع كيد. وبيقول له كاريبو اكيد لا، كيد سمعته وحشه وكان هجم على قراصنه البيج مام وفقد ذراعه هناك. وبيحضر كيد بعدها وبيقول مين قال لك ان انا فقدت ذراعي هناك. وبيقول ان هو ما حاولش يهزم البيج مام زي ما بيتقال، وكان عايز حاجه من هناك وراح خدها فعلا، ودراعه اللي خسره ده كانت في معركه ضد قراصنه الشعر الاحمر اللي هم قراصنه شانكس. بيقول كيد ان هو هيهزم كايدو المره دي، بس لوفي بيقول له انا اللي ههزمه، والاتنين بيرجعوا يتخانقوا مع بعض تاني. عند احتفال الشوجون اوروتشي كانت روبين بدأت التحرك داخل القصر، ونامو وشونوبو كانوا هما كمان اتسللوا للقصر. وكمان بنشوف بروكي موجود ومستخبي هناك، وروحه بتطلع وبيبدأ يلف في القصر، وبيشوف باب وبيخش جواه وبيلاقي حاجة بينصدم منها وبيقول ده بونجليف. بنروح لجزيرة اوناجا شيما عند كايدو. كان جه واحد من رجالته وقال له في اخبار مهمة، سفينة بتقترب من بلاد وانو، وتلك السفينة هي سفينة قراصنة البيج مام. وبيغضب كايدو بيقول انا قلت ليها ما تجيش لبلاد وان، وبيقول لرجالته اطلقوا عليها النار وتخلصوا منها. وفعلا بنشوف سفينة البيج مام وهي بتتقدم داخل مياه بلاد وان، وبنشوف بيروس وديفوكو ومجموعة من الطاقم، وبتظهر البيج مام وبتقول انا جاي عشانك يا قبعة القش. بعدها بنروح لسجن اودن وبنشوف لوفي عمال يفكر وبيفتكر لحظة الضربة اللي خدها من كايدو وخلته يغمى عليه. وبيجي بعدها رايزو وبيعرفه بعض الاخبار وبيقول له ان اوتاما بخير، وبيفرح لوفي وبيرتاح. نرجع تاني عند البيج مام واللي كانت بدأت تقاتل المدافع اللي بيضربوا عليها، وكوين قاعد بيتفرج عليهم وبيشوفهم هما بيقربوا اكتر واكتر من الدخول، وبيقول كوين محدش يسمح ليهم بالدخول ابدا. وكايدو من الخلف قاعد بيشوفهم هو كمان وبيقول لهم خليهم يدخلوا للبلاد، وبيقول كايدو لرجالته جهزوا للحرب اللي احنا داخلين عليها مع البيج مام. بس كينجي بيتحرك وبيقول مش لازم نقعد نستناهم، وبنشوف كينجي وهو بيطير في طريقه لسفينة البيج مام، والبيج مام كانت خلاص بتقرب من صعود الشلال، ولكنهم لقوا كينجي فجأة قدامهم، وعلى طول كينجي بيضرب السفينة وبيرميها تحت الشلال تاني. والبيج مام كانت سقطت داخل دوامة المياه اللي لوفي كان سقط فيها قبل كده. فعلا كينجي بيمنع سفينة البيج مام من التقدم للأمام وبتسقط للأسفل. نرجع تاني للعاصمة وبنشوف بيج وان هو ماشي بيدمر كل محلات الصوبة، وبيدور على الشخص اللي بيتقال عليه ان هو اقوى صانع صوبة. وسانجي ولو كان قابلوا فرانكو ويوسف، وكلهم بيبتعدوا من المكان علشان محدش يشوفهم ويعرفهم. بيقول له ان لو حد اتمسك مننا وعرفوا ان لينا علاقة بعشيرة كوزوكي ساعتها الخطة الانتقامية اللي بقالها 20 سنة هتبوظ. بيج وان لسه عمال بيدمر كل حاجه وبيبحث عن سانجي، وبيقولوا له الاتنين دول احنا ملناش دعوه، بيقول لهم لو عايزين تعيشوا نادوا على طباخ الصوبه يجي ينقذكم. وفعلا بيسمع سانجي صوت حد بيندى عليه، بس طبعا بيندهوا عليه باسم غير اسم سانجي.
بيقول بيج وان شكله جبان ومش هيظهر نفسه، وسانجي كان قرر ان هو هيقتله. وفعلا سانجي بيوصل عند بيج وان وبيجري عليه سانجي وبينزل على راسه بضربة قوية. وطبعا بيج وان مش عارف مين هو سانجي، فما فيش مشاكل لحد دلوقتي، بس بيج وان بيبلغ اكس دريك وباسل هاوكنز ان هو لقاه، ولو دول شافوا سانجي فساعتها هتبقى مشكلة. ولو بيقول لسانجي ايه اللي انت عملته ده، كده كلنا هنتعرف وهنتكشف. بيقول له سانجي ما تخافش انا عارف انا بعمل ايه، وبيقول سانجي ان هو يهزمهم من غير ما حد يعرف، وبيقول له ان هو هيبقى شيء جيد لو هزموا بعض الاعداء وقللوا من عددهم. وبيقول سانجي لفرانكو ويوسف ولو كملوا انتم في طريقكم وانا هاجي وراكم. وبيطلع سانجي العلبة بتاعة الجرمة وبيقول ان مش هيبقى في مشاكل طالما محدش هيكتشف هويته. ويقول سانجي ان هو بيكره الجرمة ولكن هيجرب البدلة بتاعتهم، وبنشوف اخيرا تحول سانجي والبدلة بتاعته. ولو بيقول انا شفت البدلة دي قبل كده، وبينصدم وبيقول ازاي سانجي معاه البدلة دي. بيقول له ان البدلة دي اسمها بدلة الاسود الخفي، ودي البدلة الخاصة بالرجل الثالث في جيش الجرمة. وبنعرف ان لو عارف كل حاجة عن الجرمة علشان هو من الازرق الشرقي، وهناك الاخبار والقصص المصورة كلها كانت على الجرمة. وبالفعل اصدقائي هذا هو الاسود الخفي عضو الجرمة 66 امير الجرمة فينسو سانجي. وبيهجم عليه بيج وان ولكن سانجي بيتحرك بسرعة كبيرة، وبنشوف سانجي وهو طاير في السماء، وهي دي قدرات التكنولوجيا الخاصة بالجرمة. وبيتحرك سانجي بسرعة كبيرة حوالين بيج وان، وبضربة قوية أسفل الرأس بيرميه على الأرض. ولكن بيج وان بيرجع يقف تاني وبيهجم على سانجي، ولكن بدلة الجرمة بتتصدى لهجوم بيج وان. لو عمال بيتفرج على سانجي ومش مصدق، وبيقول ان سانجي هيستخدم اقوى تقنية ليه دلوقتي، وبيهجم بيج وان على سانجي ولكن سانجي بيختفي فجأة وما بقاش موجود. بسرعة بيج وان بيتعرض لهجوم تاني وهجمات ورا هجمات من شخص غير مرئي. قول له ان هي دي قدرة الاسود الخفي ان هو بيقدر يخفي نفسه. المهم ان سانجي هو كمان مبهور بقوة البدلة، وبيقول ان البدلة دي شبه قدرة فاكهة الاخفاء، واللي كان حلمه ان هو يحصل على هذه الفاكهة، ولكن زي ما احنا عارفين ان حلمه اتحطم لما لقاها مع شخص تاني، بس دلوقتي التكنولوجيا قعدت حلمه من جديد. يرجع بيج وان يقف مرة تانية وبيقول لسانجي انت مين بالظبط، وبيرجع القتال بين الاتنين. نرجع تاني عند الشجن اللي عمال بيحتفل، وروبين كانت بدأت تتحرك وبتجمع المعلومات السرية عنه وبتحاول تلاقي كل شيء مفيد، ولكنها فجأة بتسمع صوت شخص بيقول لها انت بتبحثي عن ايه، وبيظهر ان هو مش شخص واحد وانما عدة اشخاص، وهي دي الفرقة النينجا الشخصية للشجن اوروتشي. وبيجي القائد بتاعهم وبيقول لروبين عندك فرصة واحدة بس تبرري انت بتعملي ايه هنا. سانجي كان لسه قتاله مستمر مع بيج وان، ولو وفرانكو ويوسف كانوا اتحركوا بعيد عن المكان، وسانجي كان طار في الهواء ونزل على بيج وان بضربه قويه جدا، بس رغم كده بيج وان قادر يقف على رجله لان متناولين فاكهه الزون القديمه زي الديناصورات والماموس عندهم قدره تحمل كبيره. نرجع تاني عند سواحل بلاد وانو وبنشوف ابناء البيج مام اللي سقطوا من الشلال، ودلوقتي هم افترقوا عن البيج مام وبيفكروا هيعملوا ايه. نروح مرة تانية عند روبين المحاصرة وسط فرقة النينجا، وبيسألها الراجل ده انت مين وبتعملي ايه هنا، وبيقول لها قولي الحقيقة علشان تموتي بسرعة من غير اي معاناة، وغير كده هتتعذبي لحد ما تموتي. بتقعد روبين تفكر شوية هتعمل ايه، وبتقول ان هي اسمها اشوميتسو كوزي وجات هنا علشان تعرف الاموال بتتحرك ازاي داخل العاصمة. بيقول لها الراجل ده اجابتك ذكية ولكن انا ممكن اصدقك انت جيتي هنا ليه، لكن اكيد مش ده اسمك الحقيقي. وبيبدا كل نينجا بالهجوم على روبين وفعلا بيقدروا يمسكوها قبل ما تهرب، وبيقولوا لها ان هي غلطت لما حاولت تخدعهم باسمها لان ايشوميتسو كوزي السارق المشهور ظهر دلوقتي في العاصمه، وبيقولوا لها عندك فرصه تانية انت مين وبتعملي ايه هنا. نروح عند شاطئ منطقة كوري وبنشوف كويكو مع تشوبر واوتاما ومومو موجودين هناك، وبيلاحظوا تشوبر وجود شيء كبير جدا على ساحل الشاطئ. عند روبين كانت خلاص جسمها اتدمر من كتر الهجمات، ولكن بتضحك وبيظهر ان دي مجرد نسخة منها، وبالفعل روبين كانت بدأت بالهروب من بدري. وبتكلم نامي وشونوب الموجودين في المكان برضه وبتعرفهم ان هو تم الكشف عن هويتها. عرفهم كمان ان في نينجا في القصر مش سهلين واقوياء، واثناء ما روبين ماشيه بتلاقي شخص دايخ وبتاخد القناع اللي معاه. وبروك كان هو كمان رجع يتحرك مره تانية، وروبين كانت راحت عند الشوجن والاحتفالات اللي شغاله، وفضلت تتكلم مع الشوجن على ليله مهرجان النار وبيعرفها الشوجن اوروتشي على كل حاجه. تشوبر كانوا راحوا عند الشيء الضخم اللي لقوه على الشاطئ، وبيلف تشوبر علشان يشوف ايه ده، وبينصدم وبيقول مستحيل، وبيظهر ان دي البيج مام اترمت على الشاطئ زي ما حصل مع لوفي. وتشوبر بيقول له اوكيكو اوعى حد يعمل صوت ويصحيها، وبيقول لتشوبر ان هي اكيد جت علشان تنتقم منهم. وقبل ما يخلص كلامه بتفتح البيج مام عينيها وبتقوم تبص حواليها وبتقول انا فين، وبعدها بتسال سؤال اهم من السؤال الاول وبتقول البيج مام انا ابقى مين. بيقف تشوبر اللي كان بيجري وبيعرف ان البيج مام فقدت الذاكره بتاعتها، وبروك كان لسه بيتجول في القصر على هيئه الشبح دي، والنينجا اللي بيدوروا على روبين شافوه وخافوا منه وقالوا ده شبح بجد. روبين كانت لسه مع الشجن وبتخبي وشها من النينجا اللي بيقربوا منها، وبنشوف كويشيرو هو كمان جالس مع الشجن، وبيقولوا له الناس اللي معاه انت بعت 2 من التوبي روبي من اجل هزيمه طباخ سوبا. بيقول لهم اكيد لازم ابعت التوبي روبي عشان لازم اي شخص يتعدى حدوده يتعرض للالم. وبيضحك الشجن اوروتشو بيقول له عندك حق لازم يتعرضوا للالم حتى لو كانوا اشباح. وهنا قصده على الساموراي من عشيره كوزوكي، ورجالته بيتريقوا عليه وبيقولوا ان هو رجع يتكلم عنهم تاني ولسه عنده خوف من اتباع اودن اللي ماتوا من 20 سنه.
ترجع تاني عند شاطئ منطقة كوري، ولسه البيج مام فاقدة للذاكرة وبتسأل هي مين، وبتقول لها كيكو خلينا نساعدك، وتشوبر مصدوم ومش عارف يعمل ايه وبيفتكر اللحظات المرعبة اللي عاشوها مع البيج مام. وبتسأل البيج مام اوكيكو، بتقول لها اذا كانوا يعرفوا عنها اي حاجة. بتقول لها اوتاما ايوه انا عارفة اسمك تشوبر قال، ولكن قبل ما اوتاما تقول الاسم تشوبر بيوقفها بسرعة وبيقول للبيج مام اسمك اولين. بتفرح البيج مام بالاسم وبتقول اسم جميل، وبيقول تشوبر لاوتاما مش عايزين نفكرها اي حاجة. نرجع مرة تانية عند الشجن اللي لسه بيتكلم، والمرة دي بيكلم كل الموجودين في الاحتفال وبيقول لهم السنة دي عدى 20 سنة على موت اودين، وزوجة اودين قالت ان ده هيبقى عامل انتقام، وبيقول لهم ان لسه اتباع اودين موجودين ما رحلوش، الاكازات 9 اكيد هيرجعوا، وبيظهر على الشجن الخوف وبيقول لهم اكيد هيرجعوا علشان يقتلون. بيقول لكم يشيروا لو الاكازات 9 رجعوا انا هقضي عليهم كلهم. وطبعا كل الناس عماله تضحك على كلام الشوجن وبيتريقوا عليه وعلى خوفه من الناس ميتين بالنسبه لهم هم يعني، بس ما حدش بيعلي صوته لحسن حد يموت على ايد الشوجن، والكل عمال بيتكلم على مدى جبنه. وتوكو كانت قاعده بتسمع الكلام ده وما قدرتش تمسك نفسها وضحكت بصوت عالي والكل سمعها، وواحده من النساء خدتها بسرعه علشان تبعدها من المكان، ولكن الشوجن كان شافها وبيقول ازاي تضحك على كلامي، ولسه توكو عماله تضحك برضه والاجواء اتوترت والشوجن بقى غاضب. يسحب سيفه وبيهجم على توكو، بس قبل ما يوصل عندها الاورن بتقول له توقف، بتقول له دي مجرد طفله صغيره مش قصدها تسخر منه، بس اوروتشي بيتجاهلها وبيهجم على توكو، وتوكو بتسقط على الارض وبيقف قدامها وبيقول لها ازاي تضحك عليا، وتوكو مش بتعرف تعمل اي حاجه غير ان هي تضحك، وبيمسكها من رقبتها وبيقول لها خلاص هتموتي، ولكن الاورن بتضرب الشوجن على وشه وبتسقط توكو وروبين بتمسكها. بيقول اوروتشي ليه عملت كده، وبيقول لها اعتذري للشوجن بسرعه، وبتقول لا، وبتقول كومارا ساكن ان هي مش هتذل نفسها قدام اي حد ابدا، وبتقول ان هي لما تكون بتتكلم بالحق فمش هتخاف من اي شخص، وبيقول لها اوروتشي انا كنت هخليكي زوجة الشوجن الرسميه. بتقول له انا ابنه ساموراي ولن اعيش في العار، والشوجن اوروتشي بقى غاضب اكتر من الاول، وبنشوف تحوله المخيف وفاكهته فاكهه الافعى ذات الثمان رؤوس، وبيقول لكومارا ساكن ان هو هيزعل على موتها ولكن هي اللي تعدت حدودها. بيقول لها قدامك فرصه اخيره اعتذر فيها. تقول له كومارا ساكن انت ايوه شوجن لبلاد وان ولكنك لا تفقه شيء، وبتقول ان هي مش هتتوسل ابدا من اجل حياتها، والشوجن بيغضب اكتر وبيبدا يدمر كل المكان اللي حواليه وبيهجم على كل الحاضرين. وروبين كانت شالت توكو وبتخرج من المكان، بس واحد من النينجا بيشوفها وباقي النينجا بيحضروا علشان يطردوها، واوروتشي بيقول لكومارا ساكي هو ده مكان موتك، وهو بياخدها بين سنانه، وكويشيرو كان عمال بيضحك ومسك سيفه وبيقول هذه هي الفوضى الممتعه. الشوجن خلاص كان هيقتل كومارا الساكي، وخلاص شكلها هي دي اخر لحظات اجمل امراه في بلاد وان، والنينجا كانوا محاصرين روبين من كل مكان، وتوكي بتبكي بس الضحكه باينه على وشها وبتقول لروبين ارجوكي انقذوا الاويران، وفجاه بنشوف وصول الشبح بروك وكل النينجا بيخافوا منه وبيهربوا بعيد، وروبين بتهزم هي الباقيين، وشينوبو ونامي بيدمروا السقف وبينضموا للمعركه، وبتسقط قطعه من السقف على راس اوروتشي وبتقع كومارا ساكي على الارض، بس بيرجع يقف تاني امام الاويران الساقطه على الارض وبيروح عليها، ولكن كويشيرو بيقف قدامه وبيطلع سيفه وبيلف ناحيه الاويران وبيقول لها مستعده للموت ولا لا. كل الاويران اكيد مستعده، وبيقتل كويشيرو كومارا ساكي امام عيون الجميع. احتفال الشوجن اوروتشي انتهى بالفوضى والقتالات في النهايه، وموت الاويران كومارا ساكي صدمه لم يتوقعها اي شخص. الاحداث في طريقها لمنعطف اخر في القصه، ان شاء الله هنكملها مع بعض في الاجزاء القادمه. لو وصلت لحد هنا فاحب اشكرك من كل قلبي، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام.